وهاي توابل الكبة اللي هي الفلفل الأسود والكاري والكركم، وخليت هنا روزماري كريل الجبل وشوية ملح، وعندي بهارات مال برياني همين أخلي كبة الجريش تطلع كلش طيبة، يعني يعطي نكهة وطعم كلش طيب، والبهارات اللي انتي تحبوها خلوها. طبعا يوصل المي لهاي المرحلة يعني شوية قريب ينشف، أضيف هاي التوابل قبل ما أضيف البصل. من أشوف المي شوية ينشف ذاك الوقت أخلي البصل. وبهيج جو بارد يعني ما ننسى الحيوانات اللي برا، الطيور. وهذه كلبة بونجو اسمها، اللي كانت بالغابة وجت عندنا وسميناها فلة على اسم الكلبة مالتنا اللي احنا نحبها فلة. وهذا ريوق هالصبح صمون تردت لها بيه سوب مال اللحم كلش تحبه، بعد تفر بذيلها تنتظرنا ننزل اياه. هسه ابو ياسر ينزل اياه. وهذا طبعا هنايا بيتها والمي مالتها، وهاي الصينية مالتها. حبيبي بونجو، يمك ابيض ولسان، ابيض ولسان بابا تسوي حبيبي. حبيبي حار عليك شوي خليه برد وفي قلب. حبيبي حبيبتي 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 فلة يا قلبي يا روحة. حبيبي العمية مالتك يات يوم سويت لك سوب مال لحم حبي انتي سيجي عميتك يا قلبي حبيبتي. هاي هناي الاجواء الباردة، وهذا الثلج اليوم مطر ثلجي يعني. هاي الحديقة كلها مليانة ثلج. اي فلة خلي شوي يبرد، خلي شوي يبرد هسه نزلت يا عم. يلا حبيبي يلا حبيبي هسه اجيب شو قلبي حبيبي. فلفولتي يا عمري شلونها فلفولة زينة؟ شلونها فلفولة هسه تجي تلعب وياك فلة؟ مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة، ومبارك عليكم شهر شعبان المبارك يا رب، ينعاد علينا وعليكم بصحة وسلامة. متابعيني الأعزاء، ممنونة منكم ومن تعليقاتكم، دايما تسألون عني وتفتقدوني من أغيب عنكم بفيديوهاتي. هذا أول روتين أسويه من بعد الزلزال. بصراحة نفسيتنا تعبانة وماكو واهس للتصوير، لأن الحزن مالي قلوبنا ومالي واهس الكل شي، حتى مطالعة من البيت. الله يرحم شهداء الزلزال ويشافي يا رب كل المصابين، آمين يا رب العالمين. حبيت اليوم أشارككم روتيني البسيط، وسويت كبة السراي أو كبة الجريش أو الكبة الصفرة شو يسموها ما أعرف. تلوق بصراحة ويا هاي الأجواء الشتوية الباردة، وبنفس الوقت بهاي الأجواء الباردة ما ننسى الحيوانات والطيور القريبة على بيتنا مثل ما شفتوا بداية الفيديو، وخاصة بهاي الأشهر المباركة. بصراحة الأجواء يعني باردة كلش. بصراحة اليوم اللي يخلص بيه أكل الطيور أو ما أنطيهم أكل أو ناسية موت كتفهم، بصراحة أحس بذنب كلش كبير.
وكأني مقصرة بشي وياهم. مثل ما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، يعني ولا تحتقرن من المعروف شيئا. هذه نخليها قاعدة بكل حياتنا. والله يعني سبحانه وتعالى يعني حتى شربة المي أو قطعة الطعام الصغيرة اللي تحطوها الكلب أو قطة أو طير، يعني أنت عند رب العالمين تكون مأجور، مثل ما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. هسه نرجع طبختنا اليوم، اللي هي اليوم سويت بيها كبة الجريش. اليوم سويت كبة الجريش بطريقة كلش سهلة ومضبوطة. نخلي بالطاوة شوية زيت وننزل اللحم اللي انتو تحبوه، غنم هوش بكيفكم، ونحمسه إلى أن ننزل مية. وراها نضيف التوابل، نحمسها للتوابل شوية ونضيف شوية ملح، ونحمس البصل واللحم والتوابل إلى أن يستوي. وراها أنا ضفت شوية كشمش، لأن احنا بصراحة نحب الكشمش بالكبة، بكيفكم إذا ما تحبون تضيفوه لا تضيفوا. ورا ما كملنا الحشو نتركه على صفحة إلى أن شوية يبرد، لأن ما يصير نلف الكبة والحشوة حارة، لأن الكبة تنفتح. وراها نسوي العجينة وهي نص كيلو جريش أنا جبت، ونرش عليه شوية مي ونتركه فد ربع ساعة. وراها نضيف له كوب مي دافي ونعجنها ونلفها بالشكل اللي انتو تحبوا. أنا هنا سويتها على شكل يعني أقراص، أكو يسووها على شكل طوبات يعني. أهم شي من نلفها ما نخلي بيها فراغ. وراها نجيب جدر نخلي بالجدر مي وشوية ملح، ونخلي على الطباخ إلى أن المي يقوم يغلي. طبعا تشكلوها بالشكل اللي انتو تحبوه، طوبات أو أقراص. أهم شي من نلفها ما نخلي بيها فراغ، يعني نضغط على الحشوة ونسدها زين حتى ما يصير بيها فراغ هوائي وتنفتح الكوباية. ورا ما يفور هذا المي وشوية ملح اللي خليناه على الطباخ، نبدي ننزل الكوبايات وحدة وحدة، يعني مو كلهن سوا نكتهن بالجدرية، ما يصير. يعني ننزل كل 4 إلى 5 كوبايات وما نحركهن، نعوفن فد 3 دقايق. هن الكوبايات من وحدهن راح يطوفن، يعني استوان. ونصفيهن بمصفي، وتقدرون يعني تفرزوها أو تسووها بسوب أحمر أو ويا شوربة العدس. أنا اليوم سويتها ويا شوربة العدس، طلعت فد طعم خنفشاري بصراحة ويلوق لحالكم. إذا عجبكم هذا الفيديو لهذا اليوم لا تنسوني باللايك، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا بقناتي حتى يوصلكم كل جديد أقدمه بقناتي. وأهلا وسهلا بكم.